السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هنا دي كورة بعض الكور العرضية اللي لسه بتمثل مشكلة للنادي الأهلي. كورة محدش من فرقة من نادي وادي دجلة هينط عليها خالص، وبالرغم من كده لعيبة الأهلي كورة بتعدي من فوق راسهم زي الورقة. بص عليها تعدي ولا كأن في أي حاجة. نزلت الكورة العرضية، حتى الكورة من الأول الأوت ما عرفوش يطلعوها كويس. طبعا الكورة اللي بعد كده هتورينا إن فرقة وادي دجلة كانت سايبة الاستحواذ للأهلي خالص في الشوط الأول. بيسيبوا الأهلي يتقدم خالص بالهجمة من ورا لقدام، بعد كده يبدأوا يضغطوا عليه من التلت الاخير للملعب، هي المناطق اللي قدام دي تبتدي الضغط من المنطقه دي. دي هجمه كده بين احمد الشيخ لاحمد فتحي اللي هيرفع اوفر كويس جدا، هيلعبه وليد ازارو لاحمد الشيخ اللي هيروح لعبد الله السعيد اللي هيشوط، ولكن تعدي جنب العارضه، يعني ما لشتش قوي في وش رجليه. ودي كوره هتورينا طبعا ان هنا نقف عند اللقطه دي شويه. هنا عبد الله السعيد هيلعب كوره لاحمد الشيخ، وهيقف هنا. وقفه عبد الله السعيد دي فيها مشكله، ان هو خلى الراجل ده بقى لوحده جوه مع مجموعه من المدافعين. نرجع بيها سنه صغيره كده لورا، هو خلاص هيدي الثرو. وقف هنا بقى احمد الشيخ بقينا لوحده، وليد ازار راح له على الزاويه البعيده، ودي غلط، ممكن يقرب له شويه. هنا الراجل خلاص اخذ القرار، وكان عبد الله السعيد في المنطقه دي، كان المفروض عبد الله السعيد يقرب شويه او كان يمشي مع الكوره من اول ما اتلعبت. الكره اللي بعد كده هتبين لنا الهجمات المرتده لوادي دجله، والاختراق ما بين ايمن اشرف وما بين محمد هاني، ولولا خروج الشناوي كانت ممكن تبقى فيها جون. هنا بقى دي هجمه للنادي الاهلي، نقف عندها هنا كده. الراجل زق الكوره هنا للراجل وليد ازارو تقريبا او مؤمن اللي في الزاويه اللي فيها الزحمه. طب ما انت عندك احمد الشيخ فاضي خالص اهو، لو انت من الاول بصيت بعينيك بس بصه صغيره وبديت احمد الشيخ كان هيبقى انفراد بنص الملعب، لكن حب يزنق نفسه. هنبص على الكوره تاني، الراجل بيزنق نفسه خلاص. عملت هجمه مرتده بقى، دي المشكله التانيه، ان دي كرة شبه الكرة اللي هم جابوا منها الجون. بص هم خلاص في حاجات هم متدربين عليها، هيدي هنا هيدي لصاحبه اللي هيشوط من بره ال 18 اللي هو الشناوي. نفس الكرة اتعملت في الشوط الثاني، وهي نفس الكرة اللي جه منها الجون. هي كرة متدربين عليها، مش الناس اللي بتقول حظ، لا هو متعود على الكرة دي، ان انا هلعب لي عند قوس ال 18 وهشوط ثم ضربة ركنية. هنشوف الشناوي هنا لو ما كانش طالع كانت هتبقى فيها مشكلة، لان ما فيش ولا واحد من لعيبة النادي الاهلي نط على الكورة. الكرة اتلعبت، الشناوي بيصد الكرة بمنتهى البراعة، الراجل بيصد الكرة بمنتهى البراعة. والكرة اللي بعديها طبعا لما مش هيطلع عليها هنبص نلاقيها برضه عدت من فوق راس لعيبة النادي الأهلي، زي الكرة اللي احنا وريناها من شوية في أول ماتش، نفس الكرة برضه. مشاكل كبيرة في الكرة العرضية مع النادي الأهلي لحد دلوقتي لسه ملهاش حل، النادي الأهلي مش عارف يشوف لها حل. ثم دي كرة هنا بنشوف الناس بتحضر يعني بمنتهى الأريحية خالص، وهيوصلوا لحد الجون، ولكن الكواليتي بتاعتهم مش كواليتي ان هم بعد ما يوصلوا بالكرة من خط النص بمنتهى الأريحية لحد الجون يجيبوا جون. يعني لو عدناها تاني هنبص نلاقي الناس بيستلم في خط النص براحته خالص. بص الكورة الراجل استلم في خط النص وبيباظي في خط النص وبيروح وصل لحد منطقة 18 الأهلي، بس ما عندوش كواليتي المهاجم اللي يفنش الكرة كويس، فبيعتمد على إمكانيات لاعبيه اللي هو شوط من بره ال 18. دي كرة اتلعبت في ماتش زي سموحة اللي فات، اللي هو مؤمن بيلم لجوه وبيطلع له واحد بيقطم معاه. كرة جميلة بيلعبها مؤمن، متعود يلعبها بصراحة. هنا بقى ده اوفر غريب جدا، نجيبه تاني كده من الاول. اوفر غريب، يعني يا علي دول أربعة وقدام السكس يارد، يعني أنت يعني مش عارف تنشل ولا راس واحد فيهم، بتلعبها على رجل عبد الله سعيد اللي على القايم البعيد. يعني كورة غريبة جدا بصراحة. نشوفها تاني من الأول، يعني هو ساب كل دول وبيلعبها على رجل عبد الله السعيد اللي على القايم البعيد يعني. غريبة بصراحة.
الراجل يعني اخر واحد بيدور على رجله البعيده، في حين ان هو كان ممكن يلعبها على اي واحد من الناس الهيدرز، كان مؤمن زكريا. كان هنشوف الاهداف. ده جون من ضربه جزاء، جون ولا اروع. ثم الجون التاني نفس الكره اللي احنا قلنا عليها، بيصلح لزميله، بيشوط من بره ال 18. خبطت بقى في حسام عاشور، ما خبطتش، بس هو نفس الكره اللي هم بيلعبوا عليها، هو الراجل بتصلحها له بيشوط من بره ال 18. نكمل بقى بالشوط التاني. كرة طبعا احمد فتحي هيلعب عرضية كويسة، عرضية في اخر الشارع احمد فتحي بصراحة، يعني عرضية يعني مش فاهم انت عايز منها ايه دي، منتهى القوة يعني. هنا طبعا الكرة دي احنا عايزين نقول ان هما الناس اتنين قدروا يحضروا كويس في خط نص النادي الاهلي، قدروا يحضروا اتنين ويعملوا مشكلة. وطبعا نتيجة بطء التحضير اللي في موجود منطقة دفاعات الاهلي، الراجل هنا بدل ما يدي لزميله ده، لا بيرجع الكورة عشان يزنق الشناوي، وبيديها له بالراحة كمان، اللي كانت ممكن تمثل خطورة زي الكورة اللي كانت في البطولة العربية اللي جه منها الجون، كان بيرجعها محمد نجيب للشناوي برضو. هنا كان المفروض معلول فتح له شوية قدام، لكن معلول طبعا قاعد نايم قدام فوقافل على نفسه الزاويه، فالراجل خلاص اضطر ان هو يغير في الزاويه دي، رغم ان الزاويه ديت لو كان معلول فتح سنه قدام شويه كان هنا هينزل له عبد الله السعيد او ازارو، كانت الدنيا هتبقى مفتوحه شويه، كانت هنا مفيش كثافه قد المجموعه اللي موجوده في الناحيه دي. نشوف تاني، والراجل استلم اهو هنا خلاص. معلول واقف وقفه طبعا غلط، وواقف بيتمشى في الملعب، ولا في ربط ولا في اي حاجه. الكره اللي بعديها بطء في التحضير، الراجل انت هنا استلمت في اللحظه دي، لازم بقى تتاخر كل ده، اما زميلك هناك اهو لا هياخد الكوره وبعد كده يبقى ظاهر هنا. وطبعا بالنسبه لمحمد هاني ده فتقريبا كان مغضوب عليه في الكوره دي، الراجل يعني من الاول المفروض انت اول ما استلمت الكوره كنت بصيت له على طول، يعني لو هنرجع انت استلمت الكوره في اللحظه دي، انت كنت المفروض جريت الراجل ده، الراجل ده جراي ورجليه حلوه في الرفعه، لا انت قعدت ماشي ماشي ومتجاهله تماما، ثم بتلعب اوفر طبعا بيتصد بمنتهى السهوله ويرجع بفاور طبعا. طبعا دي برضو الهجمه اللي بعد كده، هيلعب طبعا هنا احمد الريان عمال يشاور لاحمد فتحي ارفع لي يا راجل الكوره، وفي الاخر بيسيب المدافع يتحرك براحته، يعني هو الراجل هنا رافع ايده بيقول له العب لي الكوره، وطبعا المفروض ان هو الكوره هتجيله بالمقاس، لا هيسيب الراجل ده لحد ما يقف قدامه وياخده في ظهره وهو يطلع ويشتت الكوره. كنا فاكرين احمد الريان هيبقى مميز في الكوره العرضيه، بس للاسف شكله مش مميز، هو بيرفع له القدر، الراجل رفع لك الكوره بالمقاس، انت بقى قاعد متاخر مستني اما اللي قدامك ياخد منك الكوره، مضيع الجون يعني في الدقيقه 95 ما يضيعش بصراحه. هنا برضو الكوره العرضيه يا جماعه احنا مش عارفين بصراحه ننظم القصه دي شويه، طبعا هنا الكوره مفيش ربط خالص مع بين علي معلول، والراجل ما لعبش ولا اوفر عدل من اول الماتش. اخر دقيقه في الماتش احلى اوفر محمد هاني، الاوفر ده يا جماعه بيفكرنا بكوره شادي محمد اللي نزلت من شادي محمد على راس فلافيو ثم على رجل ابو تريكه، هتطلع المره دي من رجل محمد هاني، تريحه لصدر وليد ازارو، ثم تنزل على رجل احمد الريان اللي يحطها في السماء. هنتكلم بقى على ملخص الشوط الاول والشوط الثاني في دقيقه بس او دقيقتين. طبعا الشوط الاول كان بدايه متراخيه من النادي الاهلي ودفاع حذر من وادي دجله، بدايه مش حلوه بالنادي الاهلي، تحس انه كان بيلعب ماتش تقسيمه. استطاع الاهلي الوصول الى مرمى دجله في الربع ساعه الاولى، ولكن فرص بضيئه سواء كانت من مؤمن او من عبد الله السعيد. فرقه وادي دجله كانت سايبه الاهلي يحضر براحته في الثلث الاول والثاني، وبتضغط عليه من الثلث الاخير وبتلعب على الهجمه المرتده، ولكن بتلعبها بصوره جيده.
بعد تلت ساعه 20 دقيقه تقريبا او 22 دقيقه بدات فرقه وادي دجله التجرؤ على فرقه الاهلي واكتساب المزيد من الثقه. عدى وقت عليها والنتيجه التعادل، وبداوا شوطه او شوطين بره ال 18، وشفنا كورتين من بره ال 18 للشناوي اللي عمل زيهم بالظبط وجاب منهم الجون في جون التعادل في الشوط الثاني. وكرة تانية اختراق ما بين ايمن اشرف وما بين محمد هاني، ولولا خروج الشناوي كانت ممكن تبقى هدف مؤكد لوادي دجله. وكان عادي طبعا مشكله الكور العرضيه ما زالت مشكله للنادي الاهلي، ولكن المشكله الاكبر المصيبه الاكبر ان الكور بتتزحلق من فوق راسهم. يعني حتى لو ما نطش عليها بتاع وادي دجله هو ما بيعرفش ينط عليها اساسا، ولو نط عليها بتعدي من فرص تنزل على الارض، يعني اي لطشه ممكن تخش جون. حاول الاهلي طبعا الضغط خلال اخر 10 دقائق، ولكن طبعا بدون فعاليه انتاجيه. وطبعا كان في غياب ربط باين قوي ما بين معلول ومؤمن، وبرضه بين معلول والسعيد. ده طبعا كان راجع لهبوط شديد في مستوى معلول. هل هو عشان لسه راجع، ولا هو خلاص بقى ده مستوى علي معلول؟ ما لعبش غير اوفرين ثلاثه زي الزفت طبعا. كان مؤثر بالسلب خلال المباراه كلها. الشوط الثاني الاهلي ضغط شويه، يعني افضل الشوط الاول، ولكن برضه كان الهجمات فيها مشكله برضه في التحضير بتاعها كان قليل برضه. ثم جت ضربه الجزاء النادي الاهلي اللي سددها عبد الله السعيد، وراها بدقيقه على طول الشناوي الكره اللي هم بيلعبوا عليها من الشوط على قوس ال 18 من الزاويه اللي هي على شمال الشناوي. وبعد ما جابوا جون قعدوا ماسكين الكوره حوالي 5 6 دقائق لحد ما نزل اسلام محارب بدا ينشط منطقه وسط الملعب. على فكره اسلام محارب هو مش لاعب سوبر ولا حاجه، هو الفكره هو لاعب كويس ولكن مش بيعاني من اي اجهاد اللي بيعاني منه معظم لعيبه النادي الاهلي، فبيظهر بصوره كويسه. ثم طبعا نزلنا الراجل ابو كرش وفي خد تقيله صالح جمعه اللي برضه مستواه في النازل وعمال يلعب بكور من العمق ملهاش اي 30 لازمه. حتى لما بيرقص واحد بعد ما بيرقصه الراجل بعد ما بيرقصه بيحصله تاني. فكرنا بماستر بين. وطبعا طول المباراه كنا شايفين دعم واحد من الناحيه بتاعت احمد فتحي، وكان بيلعب الى حد ما كور عرضيه جيده، ولكن الناحيه اليسرى اللي كان فيها معلول كان ناحيه زي الزفت. مش شفناش غير كوره او كورتين من مؤمن في الشوط الاول. وطبعا معلول ما لعبش غير اوفرين ثلاثه ما فيش منهم ولا اوفر عدل. وطبعا لما نزل احمد ياسر ريان يعني جاله كرة على الهيد ما بتعاملش معاه كويس، سابها للمدافع، والكرة التانية جات له في الدقيقة 95 وضيعها بطريقة غريبة جدا. الاهلي طبعا يا جماعه بقى يلعب على الاختراق بالعمق، وبقت باينه قوي في معظم لعبه. يمكن ماتش سموحه فتح الملعب على الوينجين شويه، فشفنا خطوره في الشوط الاول كانت خطوره كبيره، وكذلك في الشوط الثاني. ولكن طبعا النهارده ما كانش يلعب غير على الاختراق من العمق فقط. فعبد الله سعيد مستواه قليل فالدنيا باظت معاه. لا طبعا الاهلي اللي عنده لا بيفكر في الحلول الفرديه ولا الكره العرضيه ولا الكور الطوليه. هي الفكره كلها بس زي ما البدري بيفكر في ان ازارو بينقل له الهجمه بسرعه، لازم يفكر في يجيب حد هيدر، حد سوبر بيلعب الكور كويس بدماغه يا جماعه. فرقه الاهلي طبعا كانت عاوزه النهارده وينج مهاري زي حمودي او باكا، وهيدر سوبر زي متعب او حتى مروان محسن على الاقل. انا شايف ان البدر كبير مع الاهلي الموسم ده. اشوفكم على خير الماتش الجاي. لو عجبك الفيديو يا جماعه يا ريت نعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان نصلك كل جديد. معلش النهارده الفيديو مش متظبط شويه انه والله معايا دور برد تعبان شويه، واشوفكم على خير ان شاء الله الماتش الجاي.